السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ورمضان كريم علينا وعليكم. النهاردة هنعمل وصفة حلوة كده تتقدم في رمضان وفي المناسبات الحلوة. هنعمل ايه؟ كنافة بالقشطة الكدابة، وهقول لكم الأسرار وازاي تطلع حلوة ومظبوطة معاكم. والشربات بتاعها تقيل ولا خفيف، وبارد ولا سخن، كل ده هنعرفه في الفيديو. يلا بينا نبدأ بالفيديو بتاعنا. اول حاجة هنعملها خالص حلة فاضية، وهنعمل الشربات معاكم. كوبايتين سكر، كوباية ونص مية، والكوبايات اللي احنا بنعاير بيها هي تكون واحدة قد بعض، او هي كوباية. تمام. هنحط باكو فانيليا ونص ليمونة معانا على الكمية دي. هقول لكم في الفيديو واحنا شغالين احنا هنستخدم الشربات ده على الكنافة بارد ولا سخن. نرفع الحلة على النار على درجة حلوة كده متوسطة، من غير تقليب ولا اي حاجة، ما حطيتش المعلقة فيها. بعد كده جبت الكنافة بتاعتي، كنت جايباها وحطها في الفريزر قبلها بيومين. لو انتي جايباها وعايزة تعمليها في يومها، تجيبيها وتفرشيها كده على صينية وتحطها في الفريزر ساعتين وتطلعيها، هتبقى زي الفل معاك. هنفرفتها كده بسهولة ونطلع اي كلاكيع فيها. وهنخليها يعني ايه قد الشعرية كده، عقلة او عقلة ونص، مش هنطحنها قوي. في الوقت ده انا حطيتها في الصينية ليه؟ قبل اي حاجة كنت بشوفها، بشوف الكمية في الصينية هيبقى شكلها قد ايه، يعني اكتر من الصينية ولا هل هي كده مظبوط مع الطبقة بتاع الكريمة الكدابة او القشطة او المهلبية، هتبقى مظبوط. هنا خلاص الشربات وطفينا عليه، وهنا سيحنا السمنة. في الوقت ده جبت الكنافة وحطيت عليها السمنة دي كوباية ونص سمنة، هي سمنة عادية بس حطيت فيها معلقتين سمنة بلدي، وهنقلبهم في بعض كده لحد لما نيجي نمسكهم كده نلاقيهم لازقين في بعض. بس الكنافة كويس بالسمنة علشان لما نيجي نفردها في الصينية تطلع معانا خرطة متماسكة وما تتفرفتش معانا. حطيت هنا نص الكمية بتاع الكنافة ونفردها كده، وهنضغط عليها بايدينا كويس. في الوقت ده هركن المعلقة في جنب وهعمل بايدي علشان اعرف كده احسها ايه المكان اللي محتاج الكنافة وايه المكان اللي لا. وانا بعمل كده هحاول ارفع الجناب شوية. في الوقت ده جبت حلة وهبدأ اعمل الكريمة الكدابة بتاعي او المهلبية. حطيت فيها 3 كوبايات ونص من اللبن، 5 معالق من النشا كده، 5 معالق. حطينا 5 معالق من السكر او حسب رغبتك انت. تمام. بعد كده هنقلبهم كويس جدا. في الاول هتكون جامدة شوية علشان اتكتلت في الارضية، وبعدين هتسهل معانا. هنقلبها كويس ومش هنشيل المعلقة منها علشان ما تكلكعش. نرجع تاني للي كنا بنعمله. الصينية اللي فيها الكنافة حطيت عليها كيس نايلون كده، وجبت صينية اصغر منها بنمرة وحطينا الكيس علشان الاحتكاك بس، وبيطلع مادة زرقاء كده مضرة، والكنافة ما تلزقش في الصينية الصغيرة. من غير انتظار حطينا المهلبية على الكنافة علشان واحنا بنفردها تبقى سهلة وما تتكتلش معانا. هنحاول نفردها كده بالمعلقة وهي سخنة قبل ما تبرد، هي مش هتبرد معانا طالما حطيناها بسرعة وهي سخنة. هنبدأ نرش بقى الكنافة الطبقة التانية. الكمية اللي فاضلة معانا هنفردها في فوق كده، ونحاول ننزل الأطراف اللي احنا عملناها عالية. نتكلم بقى على التسوية بتاعتنا على الرف التاني من تحت، وتكون النار متوسطة، وكل شوية نقلبها وهي في الفرن. أهم حاجة التقليب، ونلفها كده وهي في الفرن. طلعناها من الفرن، وأول لما طلعناها هنحط عليها الشربات. سيبناه يبرد ليه؟ علشان احنا مش عايزينها طرية، مش عايزينها طرية من جوه، هي طرية كده كده، القشطة مطرياها من جوه. تمام. هنحاول بقى نقلبها الناحية التانية. قبل ما نقلبها الناحية التانية نتأكد ان احنا عملنا الطبقة اللي فوق سقيناها بالشربات كويس جدا،
ونبدأ نسقي الطبقة التانية. احنا ليه سقينا طبقة وبعدين قلبناها وسقينا الطبقة التانية؟ علشان المهلبية اللي جوه او القشطة الكدابة عاملة عازل ما بين الطبقتين، مهمة الخطوة دي قوي. انا كده خلاص سقيتها، قمت حطيتها على الصينية عشان اعرف ازينها. هنعمل تزيين بسيط كده. جبت طبق وحددته بالشكل ده، عملت على شكل هلال، جبت جوز الهند ناعم كده وسط، وعملته بالشكل ده زي ما انتوا شايفينه. شكله جميل جدا ومفرح كده. حاولت اعمل هنا نجمة، لو عندكم قطعة نجمة ممكن تحددوها وتعملوها. انا حاولت هنا اعمل بالسكينة، لا بجد تعبت في الموضوع ده اللي انا اظبطها على شكل نجمة. هنا خلصتها ونضفت بقى بالفرشة كده اللي حواليها، كان شكلها مبهج جدا، تفرح بجد في اي مناسبة، في اي عزومة في رمضان. والنتيجة طلعت جميلة جدا ومستوية جدا، والسوا بتاعها مظبوط واتحمرت حلو جدا. شوفوا شكلها من جوه تحفة، وطعمها احلى واحلى بكتير. متنسونيش بقى في اللايك، ولو اول مرة بتشوفوا فيديو من فيديوهاتي اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.